السلام عليكم أحبابي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بقصة جديدة. القصة كتحكيها بوتينة من نهار حلت عينيها على الدنيا وبدات كتفهم، وهي كتسمع والديها متشابكين ديما منوضين الصداع. علاش؟ على الفلوس. باها كان خدام خدمة ميسرة، واللي كيجيبها بالنهار كيديها الليل. اللي محتاج شي حاجة كيديرها ليه. خوتو كاملين هو اللي يزوجهم، اللي عنده شي مشكل هو اللي كيحلو. المهم فلوسو كلهم ضايعين على ناس عائلته. با وامو ساكنين معاه. ديما مراتو كانت كتغوت عليه: انت ما كتجمعش، كيفاش غدير مع دواير زمان؟ وليداتك كيكبروا وما غضمنش ليهم مستقبلهم. كان كيقول ليها: مستقبل عند الله، وربي هو الرزاق، كل نهار تيسيرو. بوتينه ديما كتسمع ديك الهضره، كتفقص حيت هي مازال صغيره، ولكن ما كدي ما كتجيب. ونهار بعد نهار حتى كبروا الوليدات. بوتينه ولات عندها 15 سنه، وهي ديما كتسمع داك الفيلم. جا واحد النهار دق عليهم الباب. عتقوا راه باكم طاح. فين طاح؟ في الزنقه. علاش؟ لان جات واحد المرضى خايبه. ملي داوها للطبيب قال لهم هذا فات فيه الفوت. ديوه لدارو وبقاو تعالجوه غير بالادويه حتى تكون شي معجزه من عند الله. بوتينه وخوتها كلهم بداو كيبكيو، كل نهار كيشوفوه بديك الحاله. الامور ديالهم تدهورات. الام مسكينه بقات غير كتشوف بعينيها. حتى واحد ما عقل عليهم، حتى واحد ما كان كيزورهم من الخوت. فين كاين الفلوس اللي كنتي كتضيع؟ وفين كاين الوقفه ديال الرجال اللي كنتي كتوقف؟ حتى واحد ما جا. الكلمه اللي كانت كتقول امها: حسبي الله ونعم الوكيل. فلوس وليداتي ورزقهم كله ضاع عليهم، وما كاينش اللي دق علينا الباب. اللي كان مسكين كيقدر يهدر كان كيقول لهم: سمحوا لي يا وليداتي، ضيعتكم وما جمعتش فلوسكم، ولكن ربي معاكم مخلي لكم الرضا. وماما بوتينه كتشوف فيه والحقد ماليها، لان كانت كتقول ليه الهضره وما كانش كيتصنت ليها، ولكن كانت كتشفق عليه، واقفه معاه لوجه الله ولوجه داك الزواج والوليدات اللي عندهم وشاركينهم. بقى في ديك المحنه لمده 6 شهور، قدامه الامانه امانته. تقلبات الحياه ديالهم راسا على عقب. الدار اللي كانوا ساكنين فيها كانت الورثه، وكلهم بانوا على حقيقتهم. كل شي جا كيتسنى واحد الدريه اللي شدها من ديك الدار. صافي داكشي اللي وقع، تقاسموا بيناتهم ديك البركه اللي جاتهم. بوتينه وخوتها وامها خداو داك الشويه اللي جاهم ومشاو شراو واحد الساروت فيه واحد البويت، كوزينه وطواليت حاشاكم. مهم الدار كانت صغيره، غير تجمعهم ويجلسوا فيها على ما يحن الله، وخلى واحد البركه باش يعيشوا بها واحد المده على ما يشوفوا شنو غيديروا. الوليدات كانوا كيقراو، وبوتينه كانت عندها واحد اختها كبر منها، عندها 20 سنه. خرجت مسكينه من القرايه ديالها وخدمت مسكينه في شركه القابلاج، والام ديالها ضروري حتى هي تهز الدبيله. خرجت حتى هي كتقلب على خدمه، وفاش غتخدم من الهز والكرم، وكانت الفلوس ديما عندها حتى ما بقات عندها حتى حاجه. وخرجت كتخدم وتشقى في الميناج. بوتينه كانت دائما كتمنى غير توصل ل 18 سنه تخرج حتى هي تعاون خوتها وتعاون امها. صافي بقات الامور هكذاك ميسره. الحمد لله ان ربي كان واقف معهم برغم المشقات والصعاب، ولكن ربتهم على انهم يكونوا يد وحده، وواحد ما يفوت واحد. بوتينه جاتها واحد الفكره انها ضروري خصها دير شي حاجه باش تساعد بها راسها، واخا تشري غير كتباتها ولا حويجاتها، الملازم اللي خاصها للدراسه. وكانت ملي كتدور معها اختها ولا ماماها مثلا كيعطيوها غير شي حاجه قليله، كتمشي كتشري ميكا وكتبيعها في السواق. ملي كتجي من المدرسه امها واختها ما كيجيوش اصلا للدار، كيجيو معطلين، كتمشي هي كتبيعها حتى كترجع الصريف ديالها وكتخبعو. هكذاك لمده عام، وحتى واحد ما ساق لها الخبر.
جمعت شويه د الفلوس وجابتها لامها. قالت لها ماما انا جمعت الفلوس ديالي وبغيتك تشري لي بها شي حاجه. امها بقات كتغوت عليها وما تيقاتهاش. قالت لها ما يمكنش انتي تجمعي هاد الفلوس هادي من ميكا. عيات تحلف وتغوت وحتى واحد ما تيقها. شدتها ما وضربتها مزيان وهي مسكينه كانت باغيه دير غير واحد المساعده. قالت لها امها انا ما مخليكش مخصوصه باش تمشي تبيعي الميكا. اول غلط درتي انك مشيتي بعتيها وانا متيقك من بعد ما ضربتها، ولكن قالت ليها انا ما مخصصاكش، والحاجه اللي باغيها انا كنمشي نشقى عليها ونجيبها، وملي غتكبري غتعرفي قيمه هادشي. فهمت ديك الساعه بوتينه ان موراها راجل ماشي مرا، ومن تما وهي دايها في قرايتها وما كانتش كتخبي عليهم حتى حاجه. ملي كملات بوتينه 18 سنه تقدم واحد السيد الاخت ديالها، وداك السيد كان تبارك الله ميسر عليه الحال وولد الناس. ما كانتش بوتينه بغات تخرج من الخدمه ديالها وتخلي امها وتزوج، ولكن امها قالت ليها ما يمكنش تفلتي بحال هاد الهمزه. اول حاجه ولد الناس وغيتهلا فيك، تاني حاجه ميسر عليه اموره غتهنى من تمارة الكابلاج، وانا قاده بنتي بوليداتي. اختك هي كتكبر وخوك تا هو دابا يسهل عليه الله، انا خوهم كان هو الصغير. المهم بقات كتهضر معاه حتى قنعتها، وحتى بوتينه ما خلاتش من جهدها، وكان تبارك الله عطيها ربي واحد العقل. تقول عندها 30 سنه وقالت ليها باش تهناي وترتاحي من مورا ظهر ماماها عاودت نفس الغلط اللي دارته وهي عندها 15 سنه. اتفقت هي واختها قالت لها البلاصه ديالك اللي غتبقى في الكابلاج انا اللي غنكون فيها وغنخرج من المدرسه. اختها ما كانتش متفقه معاها، هي تقبلت الفكره واحد شويه، ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت كتقول لها الا بغيتي نبقى معاك في هذا الشيء اللي قلتي، الحاجه الوحيده اللي غديري انك توفقي ما بين الدراسه ديالك وما بين الخدمه، وانا غنهضر معاهم في الشركه باش يقادوا لك امورك، يعطيوك التوقيت اللي تقدري تقراي فيه وتخدمي في نفس الوقت. داكشي اللي كان تم الزواج ديال الاخت ديال بوتينه ودارت عرس غزال. كلشي كان كيحكي ويتحكى فيه، حتى عمامها ما عيطت لحتى واحد، لان كيما هما نساوهم حتى هما تنساو. بدات بوتينه الخدمه وما كانت عارفه حتى حاجه، لا تقدم ولا تاخر، هكاك كافحت. ها اللي كتسمعوا من الهضره من هنا اللي ما كتعجبهاش والهضره اللي كتعجبها وهي غاديه. الام ديالها ما عرفتش، خدمت هكذاك مده 6 شهور، كانت ديما على تواصل مع اختها، الا كانت وقعت شي حاجه ولا خاصها شي حاجه تعيط لها. وملي سقطات الام ديالها غوتت عليها وضربتها، كيفاش انا ديما تابعاك الدراسه ودايره لك السوايع وما مخلياش من جهتي، كيفاش نتيا تسقطي؟ في الاخير اكتشفت ما بلي هي اللي خدات البلاصه ديال الاخت ديالها في شركه الكابلاج. بقات كتبكي وكتغوت عليها، كيفاش انا قلت لك ما عمرك تهزي الهم والدبيله وانتي كتمشي من مورا داري كديري داكشي اللي بغيتي. قنعتها في الاخير، قالت لي انا بزاف د الحوايج كيخصوني وكنشوف الدار كيخصها بزاف د الحوايج، وزيد عليها الكرا والماء والضو والماكله، كلشي نتي تهزيه مستحيل. انتي واختي وما كنتوش مكافيين، عاد كنتي بقيتي نتيا بوحدك كتخدمي. صافي داروا الراس في الراس، بداو كيبكيو وكيدعيو الله يفجع عليهم. الحاجه الوحيده اللي كانت كتمنى الام هي تشوف بنياتها في ديورهم وما عليش انها تبقى هي في القهر. والحاجه اللي كانت كتمنى بوتينه العكس، ان الام ديالها ما تبقاش في العذاب د الميناج وتجلس في الدار وترتاح، وبوتينه هي اللي تخدم وتجيب ليها. بوتينه تبارك الله كانت عاطيه العين، غزاله، اللي شافها كيتبعها وكيبغيها الزواج، ولكن ما كانتش كتقبل، ما كتخليهمش حتى يوصلوا لدارها، تفاديا ان امها تبغي ترغمها باش تزوج. حتى العلاقات انها تصاحب مع شي واحد كانت كترفضها باش ما تطيحش في داك القوقعه ديال الحب وتمشي فيها وتخلي الخدمه ديالها، وما كاينش اللي يساعد الام ديالها. الام ديالها مسكينه مرضات وجاها الروماتيزم ومستحيل انها تدخل الماء، ان الحاله ديالها تدهورات وكانت كتألم في صمت، حتى الدواء ما كانتش كتشربو، يعني هملات راسها بمعنى الكلمه. وبقات المأموريه عند بوتينه، هي اللي كانت كتخدم.
حتى الاخت ديالها مره كانت كتساعد، ولكن كانت انتقلت لواحد المدينه اخرى، يعني غير التليفون الا جابو دا الهضره، فكانتش كتعرف الاحوال ديالهم مزيان. والبنت ملي كتزوج في المجتمع ديالنا كتنسى ديك الحياه العائليه ديالها. العائله ديالها هي الزوج ديالها وليداتها. بقات مسكينه كضرب تماره حتى وصلت 24 سنه وهي في نفس الحال. ولكن واحد السيد كان وقف عليها واحد المره، قال لي انا كنقلب على البلاصه الفلانيه، واش كتعرفيها؟ قالت لي ما نعرف، ممكن نسولك انا. المهم ديك المساعده اللي دارت وديك النيه اللي مشات معاه باش توريه البلاصه عجبته بوتينه. بغى يسولها، هي تقول لي اسمح لي انا عندي الخدمه وخصني نمشي كنجري. هي انتبهت ان كاين نظره الاعجاب، داكشي علاش بغات تسلت كالعاده، حيت بوتينه رافضه نهائيا فكره الزواج. ديما عندها قناعه انها الا مشات حتى تزوجات ما كاينش اللي يهز الوالده ديالها. ومهم دازت واحد الاسبوع ويوقف عليها داك السيد، قال لها شوفي انا باغيك الحلال وعجبتيني، سيمانه وانا كنفكر فيك، بغيت نتقدم لك على سنه الله ورسوله. قالت ليه شوف انا فايت ليا مزوجه ومطلقه، ميمكنش تبغي مطلقه. قال لها واش ما عندكش وليدات؟ قالت ليه لا ما عنديش. هي بغات تكذب غير باش تسوسو. قال لها انا قابل عليك، ما عنديش اشكال، ربي مكتب لك هادشي وانا باغيك الحلال. وقال لها يقدر ربي جابني لطريقك باش نعوضك على اللي فات واللي ضيعتي. ولكن هي ما تقتش فيه واصلا كذبات. فقالت لي شوف ولد الناس، انا هاد الساعه ما كنفكرش في الزواج، دازت عليا تجربه خايبه ما بغيتش نعاودها. قال لها واخا انا قابل، ولكن بشرط غنعطيك النمره ديالي، وملي تقرري ولا تفكري انك باغا تهضري مع شي واحد عافاك لما تفكريني. فهي قبلت غير باش تسوسو. دازت واحد الشهرين شاده النمره ديالو، ولكن ما عمرها هضرت معاه ولا صيفطات ليه. وهو اغلبيه داك الشهرين كان ديما حاضيها وهي ما عارفاش، وكان عارف باللي راها بنت نقيه كتمشي من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، عارف دارها، عارف كل شيء عليها. حتى لواحد النهار هي خرجت للخدمه وهو جا لدارهم، دق في الباب. خرجت الام ديالها، قال لها خالتي بغيت نسولك، الله يرحم لك الوالدين، كاينه لنا واحد البنيته كتخرج، ها كيف دايره ها كيف دايره. قالت لي هي وليدي هذيك بنتي بوتينه الله يرضي عليها، وبدات كدعي معها تخرج الدموع ديالها. قالت لي ياك لاباس ولدي، شنو دارت لك؟ قال لي شنو بغيت شنو بغيت، وانا ناويها الحلال ومن زمان وانا تابعها وعارفه بنت الناس ونقيه، داكشي علاش جيت. فرحات مسكينه وشافت فيه باللي راه ولد الناس، ملي قصد نيشان الدار وباينه فيه، باين انسان ذو خلق، وجهه كيلمح لداكشي. قالت لي يا وليدي مرحبا بكم، ملي تجي في العشيه غنقولها لها. قال لها لا ما تقولي لها حتى حاجه، انا بغيت نفاجئها، لان هي ما بغاتش ورافضه الفكره ديال الزواج من التجربه الاولى ديالها. قالت ليه كيفاش التجربه الاولى؟ قال لها راه كانت مزوجه وطلقات. قالت ليه لا وليدي انا بنتي ما عمرها تزوجات. واستغرب كيفاش هي رفضاتو وقالت ليه ديك الكذبه، وهي تفهموا. قالت لي يا وليدي اشنو عندنا واشنو عندنا، بوتينا ما عندهاش باها وتوفى من زمان، وبقينا حنا هازين الدبيله. ملي تزوجت اختها وانا مرضت هي اللي ولات هزانا في الدار، وحنا كارينا هاد الدار على قد الحال. المهم عاودت لهم طقطق السلام عليكم. والسيد بلاصه ما يقول علاش كذبت عليا زاد حبه ليها الضعف ضعفان، وبدا كيحترمها اكثر واكثر، وبقى مصر على الزواج بها. وقالت ليه حتى قريتها ولدي ما كملتهاش، وكانت كتمشي تخدم وتقرا حتى سقطات، وعاد كملت الخدمه ديالها وخلات القرايه ديالها، وكانوا عندها احلام وطموحات وما حققتهمش. وبدا كيعاود لها السيد، قال لها انا عندي شركه كبيره وعندي الدار ديالي ساكن بوحدي، وعندي الدار ديالي ومكون راسي الحمد لله بيدي. وقال لي انا والدي ما ساكنينش هنا، ولكن هما قالوا لي منين تلقى بنت الناس حنا نجيو ونخطبوها عليك. اتفق معها وقال لها فوقاش نجي، ودارت معاه. قال لها الله يرحم لك الوالدين ما تقوليهاش البوتينه، خليها تسر بيناتنا حتى نفاجئوها حنا بجوج. دار معها سيمانه، وبالفعل سيمانه ونهار الحد بالضبط حيت ما كتخدمش فيه، جاو الناس ودقوا في الباب. حلت لهم الام الباب، واذا تفاجات الام
وعرفت باللي السيد قد كلمته. رحبت بيهم ودخلوا فرحانين. الأم عيطت لبوتينة: أجي بنتي، راجعوا عندنا شي ضياف. خرجت بوتينة بقات مبهوضة: كيفاش انت هنا؟ شنو كدير هنا؟ وبقات الأم ديالها كتشرح ليها وقالت لها: بنتي، هذا راه ولد الناس وراه ذهب وجات لبين يديك، راه مدة هادي وهو تابعك، وبرغم انك كذبتي عليه وقلتي ليه بزاف ديال الحوايج باش تكركبيه، ولكن هو بقى لاصقك، انه بغاك من قلبه. وانا هادشي اللي بغيته بنتي، بغيت غير شي واحد يسترك ويكون دايرك في عينيه، انك تستاهلي كل خير. تعذبتي وكافحتي، ولكن دابا جا الوقت باش ترتاحي. الام كتهضر وبوتينه بقات غايحه على فمها. قالت لها: ماما، انا ما نخليكش، ما نقدرش نخليك. نطق الولد وقال لي: انا ماماك يا ماما، وهو ما قدام الحاضرين كاملين غنديرها في عينيا كانها الام ديالي. وقال لها: انت كبرتي في عينيا وزدتي كبرتي في عينيا ملي عرفت القصه ديالك وعرفتك امراه مكافحه. بوتينه عجبها كلامه، قالت لهم: انا نفكر ونرد عليكم. اسبوع واحد ردت عليهم بوتينه، قالت لي: انا بغيت ندي معايا ماما الا كان بالامكان. الام ديالها رفضت الفكره، قالت لها: بنيتي، الا بغيتي الرضا ديالي سيري تزوجي وعيشي حياتك، وانا نبقى في داري معززه مكرمه. وطلعوا عليا مره الحاجه اللي خصتني غادي نقولها لكم. واول حاجه دارها هو انه شرى لهم ديك الدار وكتبها في السميه ديال بوتينه. ربي العوض ديالو كبير. الحمد لله ان من الازمه والمعاناه والحوايج كامله الخايبه اللي عاشت بوتينه بدات كتحقق الاحلام ديالها، مع انها ما كانتش كتحلم بزاف، دائما واقعيه، والحاجه اللي طلباتها كيجيبها لها. واخا هكاك ما كانتش كتشرط، كانت كتقول لي: انا كنت كنتمنى الام ديالي ما نخليهاش وما نفرطش فيها، وحتى الحياه الزوجيه كنت رافضاها تماما على حسب الميمه ديالي، ما نقدرش نخليها. ضربت علينا تماره وكافحات ودارت المستحيل على قبلنا، وحنا ضروري خصنا نردو لها ولو جزء بسيط من الخير اللي دارت معانا. والحمد لله تم الزواج، ودارت احسن عراسيه في ديك المدينه، كل شي كان كيعاود بها، وخرجت من الفقر للغناء. غناها الله بزوج كريم، ومتعها هي وامها بالخير ديالو، وكان ديما تحت جناحهم. دابا تزاد عندها وليد وبنيتها، الله يخليهم ليها يا ربي، وتعيش دائما بسعاده وهناء. والله يعوض كل واحد فقير وكيتمنى يتحققوا الاحلام ديالو. الحاجه الوحيده اللي غنصحكم بها انكم تمنوا الله ودعيوا الله يعطيكم الخير. وربي كبير وعطاياه كتيره، ما كياخد حتى كيعطي البديل، وكيعطينا خير وكل شيء من الخير. نتمنى تعجبكم القصة ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في قصة قادمة. مع السلامة.